بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم وأرجو لكم سيداتي سادتي وأنتم تتابعون فقرات هذا البرنامج مع اللغة العربية أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. كل عام وأنتم بخير أيها الأحباب الكرام. ها نحن نلتقي على الخير والمحبة والسلام. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يثيبكم على حسن المشاهدة والمتابعة. هذه الحلقة رقم 177 بحمده تعالى من قناة سلام الإعلامية المباركة. في هذه الحلقة أيها المحترمون المحترمات سنتحدث عن موضوعين. الموضوع الأول نقلا عن مجلة الوسط الأسترالية، سأقرأ عليكم مقالة تحت عنوان عالمية رسالة الإسلام بين فهمنا وفهم الآخر، ثم نتحدث عن النقد الأدبي الحديث والتحولات الجذرية، وذلك نقلا عن مجلة العربي لهذا الشهر والتي صدرت بدولة الكويت. أهلا بكم أيها الأحباب الكرام ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة. الأستاذ فواز شوك رئيس تحرير مجلة الوسط الأسترالية كتب مقالة في غاية الأهمية، وقد ارتأيت أهميتها وقراءتها عليكم أيها السادة والسيدات، تحت عنوان عالمية رسالة الإسلام بين فهمنا وفهم الآخرين. قال الأستاذ فواز شوك في مقالته: يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كلمات عظيمات جلية خاطب الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، لخص فيها طبيعة رسالة الإسلام العالمية بمقوماتها التي تتوافق مع الفطرة البشرية ومبادئها التي تتماهى مع الطبيعة الإنسانية وبقيمها الأخلاقية والاجتماعية التي تنهض بالبشرية وتكرمها وترفع من شأنها. عالمية رسالة الإسلام جاءت لتتمم مكارم الأخلاق ولترسخ منظومة القيم والمبادئ التي تحمي المجتمعات من الانحراف والانهيار والضياع. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما جاءت عزيز المشاهد لتؤكد على ضرورة صون الضروريات الخمس، أو كما يسميها أهل العلم الكليات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. عالمية الرسالة ترفض الغلو ولا تتقبل الإفراط ولا تقبل التفريط، تقف دائما إلى جانب الحق وتنبذ الباطل، تصبو إلى العدل والإحسان وتكره الظلم والعدوان، تكرم الإنسان وترفض الاستعباد، تبجل الحرية وتحارب الاستبداد. إن عالمية الرسالة عزيز المشاهد تبين للعالم أن العدل بين البشر هو الركن الأساس لسيادة الأمن والسلام بين الأمم، وأن الحق هو ميزان العدل، وأن الاستبداد ظلمة والظلم ظلمات، والاعتداء على النفس والأرض والعرض والمال والمعتقد هو فساد في الأرض وإفساد للبشر ودمار للمجتمعات. عالمية الرسالة تحتم علينا ضرورة حملها وإيصالها إلى الآخرين بكل ثقة، لأنها رسالة عدل ورحمة وسلام جاءت من أجل هداية وسعادة وسلامة الإنسان. إن عالمية الرسالة عزيز المشاهد تقتضي علينا أن نبين للعالم أن اسم الله سبحانه وتعالى هو السلام، وأن الإسلام هو دين السلام، وتحية أتباعه هي السلام، وجنتهم هي دار السلام، وليلة نزول القرآن الكريم كانت سلام. إن نجاحنا في إيصال هذه المبادئ الكريمة والعظيمة للآخرين يعتمد على مدى إيماننا بها وإدراكنا العميق لمعاني عالمية الرسالة، وعلى قدرتنا على التعامل مع الآخرين بالشكل الصحيح، وإلا فإن مكون
أو مكنون هذه الرسالة العظيمة ونفائس هذه الحضارة الإنسانية ستبقى دفينة في خزائن الانغلاق والانطواء والتقوقع دون أن ننتفع بها أو ينتفع بها غيرنا. لا بد عزيزي المستمع أن نطبق هذه المبادئ والقيم المستمدة من عالمية الرسالة على أنفسنا قبل أن نطالب الآخرين باحترامها وتقديرها. فلا يمكن أن نطلب من الغير احترام هذه المبادئ وهم يشاهدون نقيضها تماما في ممارسات البعض منا وفي كيفية تعاملنا مع بعضنا وتعاملنا معهم. لا شك أن فهمنا الخاطئ لعالمية الرسالة هو أخطر بكثير من فهم الآخرين الخاطئ لها، لأن فهمنا الخاطئ سيؤدي إلى سلوكيات وممارسات خاطئة، وبالتالي ستنعكس هذه السلوكيات على موقف الآخرين منها، حيث سيربطونها مباشرة بالإسلام دون تمييز. عالمية الرسالة تحتم علينا التعرف على ثقافة الآخرين وعلى لغتهم وعاداتهم وقيمهم وتراثهم وتاريخهم وطباعهم ونمط حياتهم ومعتقداتهم، حتى يتم التواصل والتعامل معهم باللغة والطريقة التي يفهمونها. فالفهم الصحيح لثقافة الآخرين هو جزء من ثقافتنا التي تقوم على المعرفة والعلم. إن عالمية الرسالة تفرض علينا أن نفهم الواقع الغربي وأن نتعامل معه بحكمة وحنكة، خاصة في الجانبين السياسي والإعلامي، حيث لا بد أن نميز بين الإعلام الموجه وبين الشعوب الغربية وبين مواقف بعض الحكومات ومواقف الشعوب، لأن الكثير من هذه الشعوب هي ضحية للإعلام التجاري الموجه. بالتالي فإن دورنا هو العمل على إيصال الحقيقة لهم من خلال التواصل والتلاقي، ومن خلال إقامة الندوات والحوارات المفتوحة بشتى الوسائل. عزيزي المشاهد، كما علينا أن نتفهم أن أولويات هذه الشعوب فيما يتعلق بالأمور السياسية والاجتماعية قد تختلف كثيرا عن أولوياتك، فقد تكون أولوياتك هي القضية الفلسطينية، بينما تكون قضية السكن والإيجار وغيرها من القضايا هي الأولوية عند بعض هؤلاء. لذلك لا يمكن الحكم عليهم من خلال هذا الأمر. في الختام، لا بد لجسور التواصل أن تتمدد من أجل فهم متبادل ولقطع الطريق على العنصريين ودعاة الكراهية الذين يجهلون عدالة رسالة الإسلام وعالميتها، فهم يناصبونها العداء جهلا وحماقة. كل عام وأنتم إلى الخير أقرب. فواز شوك، رئيس تحرير مجلة الوسط الأسترالية. أيها السادة والسيدات، في مستهل هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، قدمنا لكم مقالة في غاية الأهمية، وقد جاءت تحت عنوان عالمية رسالة الإسلام بين فهمنا وفهم الآخرين. شكرا لك الصحفي الشاعر الأستاذ فواز شوك على هذه المقالة. أيها السادة والسيدات، هذه تحية مجددة لكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. نواصل معكم ما بدأناه من حديث أو في هذه الحلقة، وقد أشرت إلى أننا سنتحدث عن مقالة نقلا عن مجلة العربي الكويتية تحت عنوان النقد الأدبي الحديث، تحولات جذرية. فكونوا معنا أيها السادة والسيدات، وهذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. المقالة هي للأستاذ إبراهيم المليفي، أي بواسطة إبراهيم المليفي، نشر في حديث الشهر العدد 796. المقالة عنوانها النقد الأدبي الحديث، تحولات جذرية. يقول الكاتب: أصبح النقد الأدبي الحديث جسرا بين الأدب وكذلك
وقضايا العصر، من البيئة إلى التكنولوجيا. وعلى الرغم من التحديات، فإن تبني المناهج الجديدة يثري القراءة النقدية للأدب العربي، ويفتح آفاقا لتأويلات متجددة. ومن الضروري تشجيع الحوار بين النقاد العرب والمنظرين العالميين، مع تطوير أدوات نقدية تعكس الخصوصية الثقافية للعالم العربي. حقيقة أنا قبل أن أواصل الحديث، كل ما ارتأيت تعليقا على هامش المقالة سأتحدث. لماذا نفصل بين العالم العربي والعالم الآخر؟ بمعنى، هنا قال تشجيع الحوار بين النقاد العرب والمنظرين العالميين. ألم يكونوا العرب جزءا من المنظومة العربية؟ هذه مسألة شوية. حتى وأنا أقرأ الأخبار في تلفزيون إريتريا، نقول الأخبار المحلية والأخبار العالمية، بينما هي أخبارنا المحلية هي للآخر هي أخبار عالمية. يعني هذه مسألة شوية يجب إعادة النظر في هذه الرؤية الشخصية. فنواصل الحديث في التحولات النقدية أو التحولات الجذرية في الأدب الحديث. يقول الكاتب: فقد شهد النقد الأدبي الحديث تحولات جذرية في العقود الأخيرة، ابتداء من التركيز على النص ذاته إلى تبني مناهج متعددة، أي متعددة التخصصات، تعكس تعقيدات العصر الحديث. ولم يعد النقد يقتصر على تحليل البنية أو السياق التاريخي، بل امتد ليشمل قضايا الهوية والبيئة والتقنية والتفاعل بين الثقافات. وعبر هذه الأسطر سنحاول استعراض أبرز النظريات النقدية الحديثة وتطبيقاتها على الأدب العربي المعاصر، مع تسليط الضوء على إسهاماتها في إعادة قراءة النصوص وتفكيكها. صراع المناهج الأدبية، هذا عنوان فرعي. الراصد للحركة النقدية الأدبية العربية يلمس تأثير النظريات الغربية على مفاصلها، فلا يمكن تجاهل الدور الذي ساهمت فيه النظريات الغربية في تطوير طرق التفكير الثقافي العربي، وكذلك أركان النشر. فنحن نعلم جيدا أن ثمة تحولات كثيرة طرأت على النقد العربي خلال الفترة الماضية، حيث كان النقد يركز على الكاتب أو المبدع، لكن مع مرور الوقت انتقل التركيز إلى النص، ثم في مرحلة لاحقة أصبح القارئ هو العنصر الأقوى والأهم في هذه المعادلة. وفي خضم هذه التحولات تسيدت مناهج ونظريات نقدية، أي سادت ونظريات نقدية عديدة في عالمنا العربي، وكان الأكثر رواجا من غيرها. وشهدت الساحة الثقافية حراكا وصراعا وتنافسا بين الفرقاء على المناهج النقدية الأدبية. يعتمد النقد بمختلف أشكاله على دراسة دقيقة للنص، وتشمل هذه الدراسة لغة النص والفكرة الأساسية، إضافة إلى مجموعة المشاعر التي يتضمنها النص النقدي. هو مصدر الذائقة الإبداعية للأعمال الأدبية، فإن شعر المتذوق بجمال النص قدم رأيا نقديا يصب في مصلحة العمل، وإن شعر، أي إذا شعر بخلاف ذلك، سيقدم رأيا لا يحسب في صالح النص الأدبي. فعلاقة النقد بالنص علاقة تكاملية، حيث يعتمد النقد البنيوي على تحليل الأعمال الأدبية، وكذلك تولي مدارس النقد الحديث الاهتمام بالنص، أي توليه، فيكون الحكم نابعا من منطلقات جمالية ليست متأثرة بأمور أخرى. أما النقد التفكيكي فيقدم تأويلات لا حصر لها، وربما تكون من بناة أفكار القارئ وليس الكاتب. وحيال هذا التأرجح كان لا بد من ظهور
نظريات أخرى تساهم في تطور النقد الأدبي، فظهرت نظريات تجمع بين الأمرين، وأخرى تعتمد على أطر ومعايير متباينة. فلنرى النقد العابر للحدود. دراسة الأدب عزيزي المشاهد في سياق التبادلات الثقافية العالمية كأدب المهجر أو الكتابات العربية المترجمة، مثل أعمال الروائي الجزائري كمال داوود التي تتفاعل مع التراث الفرنسي والعربي على سبيل المثال، شكلت حالة ثقافية فريدة، حيث استطاع الروائي العربي الأصل والفرنسي الجنسية تحقيق مردود إيجابي في الساحة الثقافية العالمية، ووضع الأدب العربي ضمن دائرة الضوء ضمن هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم العربي، أي وضعه. كما أن النماذج العربية الأصل التي اكتسبت جنسية أجنبية لفتت الأنظار نحوها منذ إدوارد سعيد وأمين معلوف وغيرهما. فهذا التبادل الثقافي يحرك المياه الراكدة في مستوى التفاعل الثقافي مع الأعمال الأدبية العربية، والتفاعل معه لا سيما التنظير الغربي لن يكون مماثلا للتنظير العربي، فثمة معطيات وأولويات أخرى ينظر لها الفريقان وفقا للمكتسبات والإرث النقدي والاجتماعي والثقافي، وإلى ما هنالك من أسس ومعايير متباينة. وماذا عن حاجة ملحة لسد الفجوات؟ يقول الكاتب: بدأت الحاجة إلى النقد العابر لحدود التخصصات مع بداية القرن العشرين، حيث ظهرت إرهاصات كثيرة تدعو إلى سد الفجوات المعرفية، من حيث بدأت المجتمعات تتفاعل مع ثقافات الآخرين في ظل التطور التقني، فظهر جليا حاجة الفيزياء إلى الرياضيات، وكذلك حاجة البيولوجيا إلى الكيمياء وغيرها، إلى أن طفت على السطح في القرن الواحد والعشرين حاجة الفلسفة إلى العلوم الأخرى كالإنسانية والطبيعية وغيرهما. وبدأ النقد يلعب دورا كبيرا في مفاصل الحياة الثقافية، ولم يعد يقتصر على التحليل البنيوي أو النسق التاريخي، بل أصبح أكثر شمولية ليربط بين قضايا الهوية والبيئة والتقنية والتفاعل بين الثقافات. وبفضل التطور التكنولوجي والتقني والتقدم المعرفي، ظهرت حاجة ملحة إلى العبور إلى تخصصات أخرى، وبعد عدة محاولات ومخاض عسير بدأت تتبلور ظاهرة معرفية حداثية تستند إلى اندماج العلوم بكل فروعها وتواصلها القائم على تجاوز الحدود بين العلوم المختلفة، أو بمعنى آخر هي أساس جديد يسعى إلى إرساء أطر جديدة ضمن حقل النقد العربي تبكي على تعويض المركزية عبر استخدام أساليب معرفية حديثة تناهض كل الأطر التقليدية، وتمسح بل تسمح باختلاف وجهات النظر وتعددها. إن هذه المقاييس النقدية عزيزي المشاهد سعت إلى التخلص من القالب القديم والتعمق في فضاء أوسع، فالنتائج التي يتوصل إليها النقد لن تكون حكرا على أحادية في الرأي، بل ستكون وليدة اختراق النص عبر أكثر من منهج سيسمح باستيعاب النص من خلال مجموعة مناهج تثري القراءة بشكل كبير جدا، وتنبذ احتكار الأحادية وتشجع في التعددية في استنباط الحقيقة. أيها السادة والسيدات، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذه حلقة في برنامج مع اللغة العربية، الحلقة 177 بحمده تعالى. نتحدث في الجزئية هذه عن النقد الأدبي الحديث، تصورات وتحولات جذرية، نقلا عن مجلة الوسط، عفوا عن مجلة العربي
الكويتية. أيها السادة والسيدات، نواصل قراءة المقالة تحت عنوان النقد العابر للحدود. يقول الكاتب: أو حاجة ملحة لسد الفجوات. يقول الكاتب: بدأت الحاجة إلى النقد العابر للحدود التخصصات مع بداية القرن العشرين، فظهرت إرهاصات كثيرة تدعو إلى سد الفجوات المعرفية. قرأنا هذه الفقرة، أنتقل إلى الفقرة الأخرى. أحدث النظريات النقدية. تحت هذا العنوان يقول الكاتب: ضمن هذا الإطار تم استخدام أدوات حاسوبية مثل برنامج تكس ماني لتحليل النصوص كدراسة نقدية في التكرار في الشعر العربي، أو كما حصل مع مشروع الذخيرة العربية لتحليل النصوص التراثية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز النقد، أي من برامج النقد الحديثة، تحليل قصيدة النثر العربية على منصات بعينها كاستخدام انستغرام أو إكس تويتر سابقا، ودراسة تأثير التفاعل المباشر مع الجمهور مثل أشعار غادة السمان المنشورة رقميا، والتي تدمج بين الشعرية والثقافة البصرية. ومن خلال مشروع تحليل النصوص الشعرية العربية تحققت نتائج إيجابية كثيرة ضمن هذا المضمار، فقد ظهر للباحثين بوضوح التكرار في النصوص وكذلك مواقع التشابه بما في بعض النصوص، وهذا حتما سيكون في مصلحة القصيدة وتطورها والحد من السرقات بمختلف أنواعها. وللتعرف أكثر عن ماهية مشروع الذخيرة سنتطرق إلى مؤسسة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وهو عالم لغوي جزائري اشتهر بلقب أبو اللسانيات. ويحمل المشروع خصوصية عربية، حيث يعد أول بنك آلي للنصوص العربية القديمة والحديثة عبر شبكة الإنترنت. ويهدف المشروع إلى استثمار اللغة العربية في مجال التكنولوجيا والعمل على ترقيتها وتطويرها، كما يهدف إلى رفع مستوى القارئ العربي وكفاءته في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها أو تواجهها لغتنا العربية. وسيكون الإنتاج الفكري العربي متاحا للباحثين بكل سهولة ويسر. وهنالك ما يسمى النقد النفسي الحديث، استخدام نظريات كراودي لفهم تمثيل الصدمات الجماعية التي تحدث خلال الحروب الأهلية على سبيل المثال، ورواية فرانكشاين في بغداد لأحمد سعداوي تعكس مثل هذا النوع من الصدمات. وفي بيئة مماثلة للرواية الأصلية التي نسج منها سعداوي حكايته، حيث الحرب والتصدع والمأساة والتناحر والاقتتال، استطاعت روايته أن تلفت الأنظار في نسختها العربية، وكذلك تمكن سعداوي من ترجمتها إلى نحو 26 لغة. وحصدت النسخة الإنجليزية المركز الثالث ضمن جائزة مان بوكر للرواية العالمية 2018، كما أنها حصدت في العام 2017 في فرنسا جائزة أفضل الروايات المترجمة إلى اللغة الفرنسية في ذلك العام. هذا الاستحقاق عزيزي المشاهد والتميز الذي حصلت عليه الرواية يؤكد على تفوق الإنتاج الأدبي العربي الذي يتماهى مع الأطر والأسس التي يتبعها النقاد في الغرب، بل يشير إلى علو كعب السرد العربي. أخيرا، تحديات لا تزال مستمرة. يقول الكاتب: تبرز إشكالية التمركز الغربي في هذا الحقل من الأدب، فهل تناسب النظريات الغربية السياق العربي؟
بعض النقاد مثل الدكتور عبد الله الخزامي يدعون لتأصيل نظريات محلية تتلائم مع بيئتها. التحدي الآخر هو ضعف البنية التحتية الرقمية التي توفر قواعد بيانات عربية مفتوحة للدراسات الرقمية، وهذا مأزق كبير ربما يحتاج إلى جهد مضاعف تتكفل به مؤسسات ثقافية كبيرة في معظم دول الوطن العربي للمساهمة في مشروع ثقافي ضخم. وأخيرا التقاطع بين الحداثة والتراث، حيث تبرز صعوبة تطبيق مناهج جديدة على نصوص كلاسيكية دون الإخلال بصياغها التاريخي. أيها المشاهدون الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي عدد آخر أو العدد الأخير لمجلة العربي، قرأت لكم النقد الأدبي الحديث تحولات جذرية، ذلك بواسطة الأستاذ إبراهيم المليفي، حديث الشهر العدد 796 من قناة سلام. أيها الأحباب الكرام، قدمنا لكم موضوعين في هذه الحلقة. الموضوع الأول تحدثنا فيه نقلا عن مجلة الوسط الأسترالية هنا، عالمية رسالة الإسلام بين فهمنا وفهم الآخرين. ثم ختمنا هذه الحلقة، وأرجو أن تكون قد نالت إعجابكم ورضاكم وفائدة أدبية. تحدثنا عن النقد الأدبي الحديث تحولات جذرية، نقلا عن مجلة العربية الكويتية. شكرا لكم أيها الأحباب الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، تحياتي محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآية نبدأ البرنامج ونختتم بها، سائلين المولى عز وجل أن يثيبكم على حسن المشاهدة، وأن يثيبنا كذلك في التقديم والجهد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الحلقة المقبلة. تحياتي مع فريق العمل الفنيين والإداريين والمشرفين في هذه القناة، قناة سلام الإعلامية المباركة. تحياتي لكم دوما مجددة بتجدد اللقاء معكم، وآمل أن تكونوا في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.